طبعا لسه جولتنا مستمرة في سوق الجمعة يا جماعة، زي ما حضراتكم شايفين السوق طبعا زحمة جدا زي ما احنا شايفين. كل حاجة طبعا واضحة كده قدامنا اهو في الفيديو، وده كده جزء من السوق. السوق بسم الله ما شاء الله طبعا زحمة جدا، لان السوق ده يا جماعة بيشتغل على فئات كتير جدا، مش بيشتغل على فئة معينة. بإذن الله هنحاول نصور لحضراتكم حاجات كتير جدا في السوق. شايفين طبعا قدامنا، شايفين طبعا كده قدامنا كراسي اهي. هندخل اكتر كده في السوق ونصور لحضراتكم كل حاجة، وهنتفرج وهنعرف الاسعار مع بعض دلوقتي. خليني اقول لكم ان هنا الشارع ده كده شكله فيه موبيليا. يلا بينا كده نقرب اكتر وندخل لحد جوه عشان نشوف كل حاجة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه مستمرين طبعا مع حضراتكم. شايفين احنا كده في مخازن السيراميك. نتعرف بقى بحضرتك. ام يحيى بتاعت السيراميك. اشرح لنا بقى كل حاجه عن السيراميك يا ام. والله كل حاجه خير الحمد لله. احنا بنشتغل هنا اول وتاني وتالت ورابع، واي حد مستخدم يعني عايز يعمل اي مثلا على قد فلوسه بينزل هنا بنحاول نظبط مع الدنيا. تمام. في بقى على قد اسعار ايده يعني. تمام. في ب 65، في 85، في ب 95، في كل حاجه محتاجها بيبقى فاهمني فبتبقى هنا يعني. تمام. فانت عندك كل اي حاجه متطلبات اي شيء هتلاقيها هنا. طيب عايزين بقى نعرف من حضرتك الاسعار. اقل حاجه موجوده عندك كام؟ ولو خدت مثلا كميه من حضرتك دي بتفرق في السعر ولا بتبقى ازاي؟ لا هي ما بتفرقش في السعر، هي هنا بتكون متحدده. يعني مثلا عندك اقل حاجه في السعر 65 جنيه. في ناس سعر المتر. في ناس بقى بتبقى عايزه بواقي اسطح مش عارفه ايه، بنبقى ماشيينهم ب 30 35. في حاجات ب 40 جنيه. تمام. البواقي السطح، البواقي الكسر شطف فاهمني مشكل. تمام. امال في اول بيعمل 95 جنيه، في فرز تاني 85 جنيه، في فرز تالت ب 65 جنيه. تمام. متناول ايدك اي شيء. احنا بنحاول نقرب الدنيا مع بعض. تمام. عرفينا كده بقى واحنا مع بعضينا على كل حاجه في السيراميك كده، كل نوع شاور لنا عليه وقول لنا بقى. حاجه زي كده حاجه زي كده فرز اول، حاجه زي كده فرز اول، حاجه زي كده فرز تاني، حاجه زي كده فرز اول. ده بتبدا من 95 جنيه. ده بدايتهم 95 جنيه. فاهمني. اي متناول ايد في جميع الشغل، في رويال، في فيردي، في جميع متناول ايدك موجود. طب كملي معانا كده. عندك حاجه زي كده فرز ثالث عامله 70 جنيه. ده ب 70 جنيه. عندك حاجه زي كده عامله 85 جنيه. عندك حاجه زي كده عامله 85 جنيه. انا كنت سامعك لما واحد بتقولي في حاجه هنا بالقطعه. حاجه زي كده بالقطعه الديكورات. يعني انا عندي ديكورات بتبدا من 20 جنيه. بالقطعه الواحده. القطعه الواحده. تمام. فعلى حسب بقى الزبون ايه هنا اللي بالقطعه. حاجه زي كده زي الديكورات دي. الديكور ده كده بالقطعه. نعم. عندك حاجه زي كده. تمام. بالقطعه. تمام. فانت على قد متناول ايدك موجود. تمام. بالنسبه بقى لشغل الحمامات، والله في طقم حمام بيبدا عندي من 1400 جنيه. 1400 لحد كام؟ لا معاك بقى لحد 4000 جنيه على حسب الزبون. تمام. انت مكانك الثابت هنا على طول؟ نعم. المكان هنا ثابت كل اسبوع؟ كل اسبوع هنا كل يوم. كل يوم فاتحين؟ ده مكان ثابت كل يوم. لا مش مخزن تاني بره؟ لا لينا معرضين بس. فين؟ في نفس السوق. في نفس السوق هنا؟ نعم. طيب لو عايزين بقى ناخد رقم حد نتواصل معاه، او لو حد محتاج حاجه نجيبها له، عايزين اي رقم تليفون؟ والله عندي رقمين. عندي حاجه زي كده معاكي. هات المايك. هات رقم 012 785 2359. ده الرقم الاولاني. ده الرقم الاولاني. والرقم الثاني 012 يا حوده 012 ايه رقمي؟ 77 012 77. على مالك. 012 10 هو اوله 012 10 97 95 76. دول كده الرقمين اللي شغالين مع حضرتك. نعم. هشام وام يحيى. تمام.
شكرا يا ابو يحيى. ميرسي. شرفنا بحضرتك. الله يبارك فيك. بص ده متر و40 2000 جنيه. الصف ده كله كده متر و40 ب 2000 جنيه. هنا المتر و20 عامل 1850. متر و20 هو عامل 1850. الاتنين متر عامل 3000. برشاها ستانلس. طيب هو مكان حضرتك بقى الثابت فين؟ يعني انت موجود هنا يوم الجمعه بس؟ لا احنا كل يوم. احنا كل يوم هنا مالناش دعوه بالسوق. انت مالكش دعوه لا 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 احنا طول الاسبوع. طب لو انا بقى حبيت افصل حاجه مثلا بمقاس، مفيش تفصيل لان انا معرض بيع مش ورشه. لا 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 انا معرض بيع بس. معرض ده بس. طيب في ورشه تبعك كده مثلا لو حد عايز يفصل فيها او حاجه؟ هنا حاجه. ما هو التفصيل المتر ب 3000 جنيه. لكن احنا بنبيع للمصنع اللي بيعمل لنا الحاجات دي. فبيعمل كميات عشان كده مرخص الحاجه. غير الورشه. الورشه بيعمل لك المتر ب 3000 جنيه. طيب المقاسات بقى اللي موجوده دي مقاسات ثابته ما فيهاش اي تغيير؟ لا لا لا, لا مفيش اي تغيير. 2 متر، متر و40، متر و20، متر و60. اسم المكان بقى ايه؟ محلات الحاج احمد بدوي. تمام. رقم تليفون اهو على اليافطه. 80. شغالين بقى طبعا يا جماعه زي ما قلنا طول ايام الاسبوع. الناس دي مش مرتبطه بالسوق طبعا، زي ما قلنا اهو في ناس اهي زباين واقفه بتشتري. شايفين طبعا مع حضراتكم، شايفين كده احنا اهو في سوق الجمعه. ده كده احنا بنجيب لك المعلومه من الراجل المسؤول عن المكان، يعني كلام مش هتسمعه من حد، كلام منك للمصدر على طول. وطبعا الراجل قال لنا لو حد جه وقال انا تبع ياسر طبعا تبع قناتنا هياخد خصم على طول على اي سعر. طبعا شايفين هو بيدينا اسعار من الاخر، وحاولنا برضو نجيب لحضراتكم كمان خصم عشان يبقى كده احنا ميزناكم عن اي حد. شايفين طبعا بسم الله ما شاء الله الدواليب كلها كويسة جدا جدا جدا. اسعار طبعا في متناول الجميع زي ما هو قال لنا. لو رحنا طبعا عملنا المتر هيبقى ب 3000. فالناس دي بتحاول توفر عليك وتوفر على نفسها، وبيجيب لك شغل برضو بسعر كويس، خامات تجارية كويسة. الحمد لله بنحاول طبعا نوفر على حضراتكم وبنحاول نجيب لكم اسعار كويسة. نتمنى طبعا تكملوا معانا باقي الفيديو عشان نشوف بقية جولتنا. طبعا انا لسه معايا حاجات كتير جدا في الجولة. شايفين هنا كنا بنحاول طبعا نفتح الدولاب عشان نوري حضراتكم شكل الدولاب من جوه عامل ازاي. خليني اقول لك طبعا ان حاجة صعبة جدا ان حضرتك تفتح الدولاب كده، لان الدولاب بيبقى جاي من المصنع متقفل. ده كده اسم المحلات وارقام التليفون موجود في الشارع الرئيسي اللي قدام البنك الاهلي في منطقة مينا البصل، بعد النقطة على طول بتاعت مينا البصل. وده شكل طبعا الدواليب. حاولنا طبعا نصور النهارده حاجات مميزه، لسه طبعا في فيديوهات تاني هتنزل لكم، لاني قسمت الجوله طبعا ما رضيتش انزل لكم الجوله كلها في فيديو واحد. اتمنى طبعا ان حلقتنا او استضافتنا لملكه السيراميك النهارده الاستاذه ام يحيى طبعا من اشهر الناس اللي موجودين في سوق الجمعه تكون عجبت حضراتكم. وكمان شفنا اسعار الدواليب. دمتم في حفظ الله وامانه، وهتوحشوني من هنا للفيديو اللي جاي. استنوا بقى باقي الفيديوهات.